الكراهية والتطرف والإرهاب والصراعات الدينية والمذهبية، كما يفعل النظام الإيراني والجماعات والتنظيمات التابعة له مثل حزب الله والحوثيين، وكذلك تنظيم داعش والقاعدة وغيرها. والنظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني وحتى اليوم، وإننا في هذه الدولة منذ 300 عاما لم نعرف إرهابا أو تطرفا حتى أطلت ثورة الخميني برأسها عام 1979 ميلادي. ولقد رفضت إيران مبادرات حسن الجوار التي قدمتها دولنا بحسنية، واستبدلت ذلك بالأطماع التوسعية والممارسات الإجرامية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط، مخالفة مبادئ حسن الجوار والعيش المشترك والاحترام المتبادل. وقد ظن النظام في إيران إن صمتنا ضعفا وحكمتنا تراجعا، حتى فاض من الكيل من ممارساته العدوانية وتدخلاته كما شاهدنا في اليمن وغيرها من دول المنطقة. نقول ذلك ونحن نؤكد الوغدات على ما يحظى به الشعب الإيراني لدينا من التقدير والاحترام، فنحن لا نأخذ شعبا بجريرة نظامه.